أهلا بكم. كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو قد قرر مغادرة النادي الملكي هذا الصيف، وبحسب الصحيفة فإن قرار رونالدو نهائي ولا رجعة فيه، مرجعة السبب في ذلك إلى غضبه العارم من إجراءات النيابة العامة الإسبانية التي تتهمه بالاحتيال الضريبي. وأضافت أبولا أن رونالدو قد أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي بهذا القرار، مطالبا بمنح الحرية للانتقال على الفور. وبالمقابل أشارت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة الفريق المدريدي تبذل مجهودات كبيرة لجعل نجمه يتحلى بالهدوء والعدول عن قراره، خاصة في ظل العروض المغرية المقدمة لرونالدو من أندية إنجليزية، بالإضافة إلى عرض خيالي من الصين. مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإسبانية مدريد مراسلنا الحسن سالم. الحسن، مساء الخير عليك بتوقيت الدوحة. يبقى السؤال الأهم والأعظم في هذا التوقيت: هل احتال رونالدو ضريبيا على الحكومة الإسبانية أم لا؟ مساء الخير عبد الله. بطبيعة الحال حد الآن أي قرار قضائي إلى حد الآن علينا أن ننتظر الأيام القليلة القادمة والفصل في هذه القضية. في اعتقادي أن لا يوجد أي، إذا كانت هناك اتهامات فلأن هناك بحث عن هذه القضية، وبالتالي فأعتقد أن ثمة أشياء ربما إذا لم يكن هذا المبلغ الذي تم الحديث عنه فربما لأسباب أخرى أو لتحايل من نوع آخر. ما في القضية هو أن الخبر الأخير كما تفضلت في التقديم بطبيعة الحال أن رونالدو كان قد أبلغ النادي بقراره عن عدم الرجوع إلى مدريد بعد انتهاء بطبيعة الحال مهامه مع المنتخب البرتغالي. على العموم هذا الخبر بطبيعة الحال تسارعت في نقله والحديث عنه الصحف هنا عبر مواقعها وأيضا التلفزيونات الإسبانية، وبالتالي فأعتقد أن القرار صارم وبشكل كبير. وهناك أيضا من يتحدث عن أن كريستيانو رونالدو يكون قد أبلغ النادي أو كان قد اتخذ القرار عن مغادرته ريال مدريد قبل نهائي كارديف. الحسن، فقط يعني بناء على هذه المعلومة، رونالدو أيضا صرح في العديد من المرات بأنه باق مع الريال. اليوم هو إذا كان ينوي الرحيل، هل كأنه يقول أنا مذنب؟ بطبيعة الحال ربما يأتي ذلك ليس لأنه يعترف بذنبه بقدر ما هو يريد أن يعبر عن سخطه خاصة ضد النادي، على اعتبار أنه يرى أنه لم يجد الدعم الكافي من قبل النادي. وبطبيعة الحال يضاف إلى ذلك أن عملية الاستهجان في المباريات السابقة قبل النهائي بطبيعة الحال كانت كثيرة جدا، وكان دائما اللاعب كريستيانو رونالدو يعبر عن غضبه وعدم تفاهمه مع الجماهير. في اعتقادي أن قرار كريستيانو رونالدو يكون قد فكر فيه مليا بالتعاون مع القائمين بأعماله وعلى رأسهم جورج مينديز. أن القرار يكون قد اتخذه منذ فترة طويلة. نعم، شكرا جزيلا لك الحسن سالم، كنت معنا عبر الهاتف من مدريد.